مراجعة أول كام حلقة من مسلسل الطنطاط الأول، ألا وهو مسلسل الست موناليزا بطولة مي عمر وأحمد مجدي. بصراحة يا جماعة اتفرجت على أول كام حلقة كده لا مش مبسوط. في حاجات إيجابية وفي حاجات سلبية، بس السلبيات أكتر من الإيجابيات. الإيجابيات في المسلسل ده إن مي عمر يا جماعة لا ممثلة كويسة، بجد ممثلة كويسة. ولكن يمكن هي كانت بتظهر قبل كده وحش لأسباب ما الله أعلم بيها، بس هي ظاهرة بشكل لطيف في المسلسل ده. بس يعني دي الحاجات الإيجابية في المسلسل بصراحة، يعني علشان نكون على نور. يعني أدائها هي أداء سوسن بدر طبعا حاجة حلوة وكل حاجة، بس ده العادي بتاع سوسن بدر، فمش قيمة مضافة، يعني ده العادي. بس لما نيجي نتكلم بقى على الحاجات السلبية في المسلسل، رقم واحد أحمد مجدي باين عليه كذب. يعني أنا آسف يا جماعة، أستاذ أحمد مجدي مش مندمج في الشخصية. ليه مش مندمج في الشخصية؟ لأن أصلا الشخصية ككتابة يعني، أو المسلسل كله ككتابة برضه، من دي من الحاجات السلبية، ملوش مبررات. يعني الشرير شرير عشان هو مزاجه كده، تمام. الطيب طيب علشان هو مزاجه كده برضه، انت فاهم؟ يعني ما فيش مبرر قوي ليه هو طالع شرير. استاذ احمد مجدي يقول لك اصل هو مش عارف كان غني وبقى فقير، ده مش مبرر خالص. يعني ده مش مبرر للشر المطلق اللي هو فيه ده والكذب المفرط اللي هو فيه. طيب هي ليه بيتنصب عليها ومستمرة علشان كده هي طيبة فشخ؟ فده برضو مش مبرر. فالممثلين مش حاسين بالكتابة يعني بيمشي، تمام. فده مش حاجة لطيفة خالص. بلس كمان في الكتابة، يعني في حلقة هي عارفة ان جوزها خلاص هو راجل بينصب وبتاع ومش عارف ايه الكلام ده، فكان معاها فلوس، راحت حطيتها جنبها وهي نايمة على السرير. انت فاهم اللي هو يعني لو انت لو حرمت على سرقني انت يعني. فكتابة بصراحة المسلسل ده على الله ان شاء الله، عشان نكون على نور يعني. بلس للممثلين بقى، بما اننا بنتكلم على الممثلين، استاذ مصطفى البنا حضرتك مش ممثل. استاذ مصطفى البنا يعني نتمنى كفايه، لان بجد والله العظيم التمثيل مش بالعافيه، وحضرتك خدت اكتر من فرصه. اللي ما بيعرفش يمثل لما بياخد اكتر من فرصه ممكن يعمل ايه عشان يحافظ شويه على وجوده في الساحه؟ الا وهي مثلا احلق شعرك في دور، وطول دقنك في دور، واطلع قلدك في الثين في دور، واطلع قلدك في حاجه فيها. نوع بربع جنيه، لان انت واخد دور من المفترض ان هو دور حلو على فكره في المسلسل، ودور الشرير ودور خبيث جدا ودور مش عارف ايه. انا مش عارف اي حاجه خالص، انت بتطلع تسمع الدور وسلام عليكم وعليكم السلام. من اكتر الحاجات اللي مخلاني مش هكمل المسلسل ده. وتقييمي اللي انا شفته ده بصراحه 4 من 10. يعني الاربعه دول يعني علشان الممثلين بصراحه لطاف، ومحمود عزم انا بحبه، وسوسن بدر انا بحبها، يعني انت فاهم. لكن عموما المسلسل مش الطف حاجه، يعني تجربه مش من الافضل خالص. وبس كده، ده كان رايي. ما تنساش تكتب لي كومنت اذا كنت مختلف او متفق معايا في اي حاجه، وما تنساش اللايك. وسلام.